الأجواء الرائعة دي حابب أتكلم عن الخناقة المستمرة والدائمة بين الدون والمعزة، كريستيانو رونالدو وميسي. عشان أتكلم عنها بالتفصيل أنا تقريبا محتاج فيديو كامل، ولكن أنا المرة دي هتكلم عن دورهم في كأس العالم، ويا ترى إيه اللي المفروض كل واحد فيهم يعمله. خلينا نتكلم بصراحة، أنا مش هفضل دلوقتي وأقول إن ميسي أحسن من كريستيانو أو كريستيانو أحسن من ميسي، ولكن خلينا أقول إن دور كل واحد منهم مختلف عن التاني. الدون يا جماعة هو فينيشر، شخص عنده لياقة بدنية رائعة، بيلعب في الدوري السعودي، مقدم أداء أكتر من رائع. ولكن لو البرتغال عايزة توصل لأدوار قريبة، سواء نص نهائي أو نهائي أو حتى تاخد كأس العالم، لازم الدون ما يلعبش كل الماتشات. طبعا بقى الشباب هتتخانق معايا في الكومنتس تحت والكل هيتخانق معايا، ولكن النهارده دور الدون ما هو الا شخص عايز يجري وعايز يضغط وعايز يجيب اجوان، بعكس دور ميسي تماما. فعشان كده البرتغال لازم ما تلعبش، او لازم المدرب ما يلعبش بكريستيانو رونالدو. يعني خلينا نقول ان هو ممكن يلعبوا ماتش وما يلعبوش ماتش، لان سنه ولياقته ما تسمحلوش ان هو يلعب كل الماتشات بتاع كاس العالم. ده بالنسبة للدون. بالنسبة لميسي فهو دوره مختلف تماما، ولو لعب كل الماتشات بنسبة معينة حتى لو ما لعبش الماتش كامل، ولكنه هو مؤثر فكريا اكتر منه بدنيا. يعني ميسي مش محتاج يجري يا جماعة زي الدون، لان هو شخص بيخلق الفرص، بعكس الدون تماما. شخص يعني انت لو المدرب قدر يستغله ان هو مجرد بس يعمل الاسيستات مش اكتر، فهو مكسب كبير. وتقريبا هو ممكن يكون السبب المرة التانية ان الارجنتين تاخد كاس العالم. مش معنى كده ان بقول ميسي لازم يلعب طول الماتشات وال90 دقيقة، ولكن كل اللي بقوله ان ميسي دوره مختلف تماما عن